اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن اماكن الازالات اللي موجوده في اسكندريه، وخصوصا الاماكن اللي هتكون من اول الماكس لحد ال21 وبعد كمان ال21، لان ناس كتير كانت بتقولي اشتري في الاماكن دي ولا ما اشتريش. ده غير كمان ان في ناس عايزه تشتري في الهانوفيل وفي البطاش ويكون على البحر او قريب من البحر، سواء شاليهات او فيلل او شقق في كذا عماره موجودين قريبين من البحر ومحتارين يشتروا ولا لا. وفي اماكن سعرها مرتفع واماكن وسط واماكن المفروض سعرها يكون مرتفع بس هي سعرها منخفض جدا، وهنا ده بيخلي الناس تسأل هي ليه سعرها نزل كده. فده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهارده، الاماكن اللي هتتزال والاماكن اللي هتفضل، وكمان هنقول التعويضات هتكون ايه. بس فضلا وليس امرا، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. يلا بينا بقى نبدا فيديو النهارده. في منطقه الهانوفيل وفي منطقه البطاش في اماكن سكنيه كتير على البحر، سواء بيوت او عماير او كمان موجود فيلل وشاليهات، والحاجات دي بتتعرض كتير جدا من سماسرة سواء على الانترنت او كمان لو نزلتوا الهانوفيل او البطاش هتلاقوا ناس كتير بتعرض الاماكن دي وبيعرضوها عليكم بسعر قليل مش سعر غالي، والسعر ده بيكون بالنسبة لأماكن بره هو سعر مناسب جدا، شبه الحاجات اللي حضراتكم شايفينها. الحاجات اللي حضراتكم شايفينها في منها عماير وفي منها كمان بيوت وفي منها شاليهات كتيرة جدا ووراهم على طول في فيلل. طيب هل الناس تشتري في الأماكن دي؟ لو انتوا جايين وحابين ان انتوا تقضوا وقت قريب من البحر سواء في الشواطئ دي او شواطئ تانية في الأماكن اللي احنا قلنا عليهم، ممكن ان انتوا تاخدوا حاجة ايجار الوقت بس اللي انتوا قاعدين فيه. لكن فكرة ان انتوا تشتروا حاجة في الاماكن دي انا بقول لكم لا طبعا، حتى لو رقم 1 رقم 2 رقم 3 يعني اول نمرة تاني نمرة تالت نمرة، بلاش طبعا ان انتوا تشتروا، لان احنا مش عارفين التوسعة هتبقى لحد فين. لان المفروض ان هو هيتعمل كورنيش في المكان ده كله شبه كورنيش اكتوبر او شاطئ النخيل. فاكرين شاطئ النخيل؟ الناس اللي جت شاطئ النخيل زمان ما كانش فيه الكورنيش ده، كان عبارة عن قرية، والقرية دي كان فيها اماكن سكنية وكان فيها كمان شاليهات على البحر. شالوا الشاليهات وشالوا الاول، كان اول صف شاليهات وراه العماير، شالوا الشاليهات وشالوا اي حاجة وعملوا كورنيش. طبعا اللي يفرق هنا في الهانوفيل وفي البطاش ان هم لو عملوا الكورنيش ده، والكورنيش ده بيتكلموا عليهم بقالهم فترة كبيرة ومؤكد، لكن ما تمش او طلع بيان رسمي